وفاة قيصر كرة القدم الألماني فرانتس بيكنباور عن عمر يناهز 78 عاما. توفي أسطورة كرة القدم الألمانية القيصر، بطل العالم كلاعب عام 1974 وكمدرب في 1990 يوم الأحد عن عمر يناهز 78 عاما بحسب ما أعلن الاتحاد الألماني. وانسحب بيكنباور قائد منتخب ألمانيا الغربية في السبعينيات القرن الماضي ومدرب دي مانشافت بين 1984 و 1990 والإداري السابق في نادي بايرن ميونخ في التسعينات من الحياة العامة في السنوات الأخيرة بسبب مشكلات صحية. وقال نائب رئيس الاتحاد الألماني هانز فرانتس بيكنباور هو أعظم لاعب ألماني على الإطلاق، وقبل أي شيء إنسان رائع تعرفت عليه. وكان بيكنباور تطرق إلى الموت في وثائقي عام 2020 بمناسبة عيده 75 على قناة RD. السؤال هو: متى تأتي اللحظة التي تختفي فيها في كوكب آخر أو في مكان لا نعرفه؟ العالم واسع بما يكفي، وهناك ما يكفي من الأماكن التي يمكننا الهبوط عليها، لكن هذا الشك يقلقني. بيكنباور المعروف في ألمانيا الشغوفة بكرة القدم باسم قيصر لعب دورا رئيسيا في أعظم إنجازات المنتخب الوطني، لكن إرثه تلطخ لاحقا بسبب تورطه في فضائح أحاطت بحصول ألمانيا على حق استضافة كأس العالم 2006. بشكركم على حسن استماعكم.